السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. قصة النهاردة غريبة شوية، وصاحبتها مش حابة تقول على اسمها، وانا هحترم رغبتها. صاحبة القصة بتاع النهاردة هي متجوزة لها 3 سنين، وربنا رزقها بولد. هي عايشة في شقتها مستقلة لوحدها، ومش في بيت عيلة، في شقة مع نفسها بعيد عن بيت العيلة. بس بتشتكي وبتقول حاجة غريبة. صاحبة القصة بتقول إنها من ساعة ما اتجوزت بتقولي لو هتعمل أي حاجة لازم جوزها يسأل حماتها الأول، يعني يسأل أمه الأول. بتقول لو هنجيب أي حاجة في البيت، يعني على سبيل المثال كده، بتقول لو هنعمل أكل وقال لها مثلا هجيب فراخ، لازم الأول يقول لمامته إن هو هيجيب الحاجة دي. بتقول معرفش هو بيقول لها بياخد رأيها ولا بيقول لها ليه. صاحبة القصة بتقول أنا مش عارفة بيقول لها ليه، بيقول لحماتي ليه ان هو هيجيب مثلا فراخ ولا هيجيب اي حاجة. بتقول انا مش عارفة يا ترى بياخد رأيها ولا بيقول لها عشان ايه. بتقول مع ان سألته هو احنا كل ما بنجيب حاجة بتكلم ماما ليه وتقول لها اللي هي حماتها يعني. قال لها عادي. بتقول لكن اللي خدت بالها منه مع الوقت ان هما مثلا بتقول لو هنجيب فراخ تقوله لا ما تجيبش، تقول له ما تجيبش. طب هناكل ايه؟ تقول لي بتخلي ابنها يروح يتغدى عندها وتقول له هي تمشي اليوم بأي حاجة، هي تاكل أي حاجة وتمشي اليوم. بتقول له استنى جوزي نبقى خلاص متفقين ان هو يروح يجيب الحاجة دي، يجيب الفراخ يجيب الخضار يجيب الكلام ده. بتقول لي نبقى خلاص متفقين، بس قبل ما بينزل بيكلم حماتي وبيقول لها. تقول له لا. بتقول الكلام ده هي اكتشفته بعد كده، هو مش بيقول لها كده. بتقول له انا جوزي مش بيجي يقول لي اصل ماما قالت لي تعالى اتغدى عنده ومراتك تمشي نفسها بأي حاجة. قالت مع الوقت اكتشفت الكلام ده. بتقول كان يقول لها لا هنجيب اي حاجة تانية ناكلها، بتقول بنجيب اي حاجة بقى بنمشي نفسنا بقى بأي حاجة بسيطة كده ناكلها. بتقول له عادي ما كنتش بتكلم، بتقول له كنت حامدة ربنا وعادي. بتقول له نقعد نجيب اي حاجة في البيت برضو، اي حاجة تاني برضو يكلم مامته ويقول لها ده انا نازل اجيب فاكهة، نازل اجيب حاجات للتلاجة، نازل اجيب مش عارفة ايه. بتقول ابص الاقي جوزي بعد ما كلم حماتي نزل جاب حاجات التلاجة بس اللي هي مثلا جبنة، لانشون بيض اللي هو الكلام ده، لبن كده. بتقول لي يبقى مثلا قايل لي او هي قايله له هات لنا مثلا فاكهه، هات لنا مثلا معاك كذا وكذا، فاكهه يعني او اي حاجه حلوه. بتقول لي جيب حاجه التلاجة اللي هي اللي احنا قلنا عليها، بيض لبن لانشون الكلام ده. تقول له ما يجيبش معاه فاكهه ولا اي حاجه. ولما اساله فين الفاكهه اللي انت كنت هتجيبها او اللي انا قلت لك عليها، يقول لها اصل الفلوس ما كفتش معايا. بتقول لي خلاص عادي، مش مشكلة يعني، هي مش قضية. صاحبة القصة اللي بتقول كده بتقول لي بسكت عادي، هي مش قضية يعني، عادي. بتقول نغيب تاني ونكون هنجيب حاجة برضو، أكل مثلا من بره ولا حاجة، برضو يكلم مامته ويقول لها نفس الحكاية ان احنا هنتغدى هنبعت نجيب كذا او هنطلب دليفري كذا. بتقول برضو الأمور كلها تتلخبط، وأبص ألاقي جوزي ما جابش اللي احنا قلنا عليه. ولما اساله ما طلبتش ليه او ما رحتش جبت ليه، قول لها لا مش كنا عملنا اكل في البيت احسن، على الاقل هناكل منه مره واتنين وهنوفر. بتقولي من هنا عرفت ان الكلام كلام حماتي. بتقولي ارد عليه واقول له طب ما انا قلت لك نعمل اكل،
قبل ما تقول ان انت هتجيب دليفري او انت هتنزل تشتري اكل، انت اللي قلت لي لا هناكل النهارده من بره. بتقول لي برد على جوزي وبقول له كده، طب ما انا قلت لك نعمل اكل، انت اللي قلت لي لا هناكل النهارده من بره، مش انت اللي قلت الكلام ده؟ بتقول لي يرد عليا ويقول لي ما انت لو ست بيت كنت قلت لي لا احنا نعمل هنا في البيت ونوفر وهناكل بدل المره اتنين. بتقول لي ايه الكلام مش كلام جوزي؟ ايه ده؟ بتقول لي ايه جوزي كده بيرد عليا كأن كلام محافظه. بتقول لي عديت برضه وسكت ومرضتش اظلم حماتي وكبرت دماغي. قلت له ما جبناش، لا طبخنا ولا جبنا حاجه من بره، كان برضه قضيناها اي حاجه. وتقول عادي والحمد لله. بتقول جيت بعد كده، صاحبة القصة بتقول جيت بعد كده اجيب حاجات للبيت، خزين للبيت، لو بقى بتقول لي مكرونة رز سكر الكلام ده. بتقول ما كانش عندي حاجة، واتفقت انا وجوزي هننزل نروح هايبر مع بعض وهنجيب الحاجة اللي ناقصانا. بتقول وكتبنا الحاجة في ورقة علشان خاطر ما ينسوش حاجة. بتقول كل حاجة كتبناها في ورقة، يعني بتقول لي حتى حاجات الطفل اللي معاهم، العيل اللي معاهم الصغير، بتقول لي كتبنا الحاجة بتاعته في ورقة عشان برضو ما ننساش الحاجة بتاعته، اذا كان بودرة بتاعته، اذا كان لبن، اذا كان اي حاجة بامبرز الكلام ده كله كتبوه في ورقة. بتقول لي قبل ما ننزل انا بلبس هدومي وخلاص اتفقنا وكتبنا الورقة وشوفنا هنجيب ايه وشوفنا الفلوس اللي معانا ايه والكلام ده. بتقول لي بمجرد ما اكلم حماتي وقال لها هننزل رايحين الهايبر هنجيب كذا ونجيب كذا ونجيب كذا، قالت لي ما فيش الكلام ده، ما رحناش ولا جبنا ولا عملنا اي حاجة. مامته قالت له ليه الحاجات اللي انت هتجيبها دي كلها؟ هو انت معاك فلوس لكل ده؟ ولو معاك ما تجيبش. صاحبة القصة بتقول هو بقى اللي قال لها كده. بتقول جوزي هو اللي قال لي لما بقول له طب ما احنا كنا، بتقول لي بعد ما لبست، صاحبة القصة بتقول خلاص انا لبست وخارجين خلاص. بتقول لبست وخرجت لقيته بيكلم حماتي، كل اللي عليه بيقولوا لحماتي في التليفون ماشي 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 خلاص خلاص يا ماما خلاص خلاص يا ماما خلاص. بتقول لي خلصنا، بقول له يلا عشان نمشي بعد ما اخلص المكالمة مع حماتي. بتقول لي لقيته اللي مسك راح مقطع الورقة اللي فيها طلبات البيت وطلبات الطفل اللي معاهم، وقال لها شوفي حاجاتك اللي انت لازماكي، الحاجات الضروري اللي انت لازماكي وهنزل اجيبها من اي سوبر ماركت. بتقول لي بقول له طب ما احنا كنا رايحين، ما احنا رايحين الهايبر وهنجيب حاجتنا زي ما بنجيب كل مرة. قال لها لا ما معيش فلوس الكلام ده كله. بتقول له رديت عليه وقلت له ما احنا ما انت عارض الفلوس قدامي، ولو الفلوس ما كفتش انت قلت لي معاك فيزا هندفع بالفيزا. قال لها لا والله الفلوس اللي معايا مش هتكفي والفيزا ما فيهاش فلوس، ما معيش حساب. بتقول لي سكت ما بقتش عارفة اعمل ايه. بتقول لي انا حاسة ان حماتي هي اللي ماشيالي بيتي. بتقول مش عارفة اعمل ايه مع جوزي. بتقول مع اني، صاحبة القصة بتقول مع ان حصلت مشكلة بسبب الموضوع ده وغضبت عشان خاطر ما يدخلش حماتي في حياتنا وبرضه مفيش فايدة، ولو ما كلمش حماتي قدامي بينزل تحت وبيكلمها. بتقول عرفت برضه عن طريق الصدفة. بتقول بعرف لما بنكون متفقين على حاجة هيجيبها وابص الاقيه جاب لي حاجة تانية خالص يا اما ما جابش. بتقول بعرف نفس اللي كان بيتكرر في البيت بيتكرر مع نفسه بره، بدل ما كان بيقعد يكلم حماتي قدامي ويقول لها هجيب كذا واعمل كذا والكلام ده، لا بقى الكلام من بره بره. لو احنا متفقين مثلا هنجيب لحمة وخضار، لا اللحمة والخضار بيتغيروا بيبقى اي حاجة تانية. لو احنا متفقين هنجيب حاجة
للعيل اللي معانا، بتقول لو متفقين ان هم يجيبوا حاجه للعيل اللي معاهم، مثلا هدوم، لعب، الكلام ده، بتقول له كل ده بتغير. لا، خليها وقت تاني الحاجه اللي احنا عايزينها، اصل ما كنتش عامل حسابي، اصل ما كنتش واخد بالي من الفلوس اللي معايا، كنت فاكر في فلوس في الفيزا، الكلام ده كده. بتقول له كل حاجه بتتغير، مجرد ما يكلم حماتي كل الكلام بيتغير. بتقول لي انا حاسه ان انا مش متجوزه، انا حاسه ان انا متجوزه حماتي. صاحبه القصه بتقول كده، بتقول انا كده انا متجوزه حماتي، مش متجوزه جوزي اللي معايا. انا معايا راجل بس اللي بتمشي لي حياه، اللي بتمشي لي البيت حماتي. صاحبه القصه بتقول انا زهقت، وبعد ما غضبت مره قلت له انا ما بحبش ان انا اغضب واسيب بيتي، وانا هسيب البيت وهرجع برضه، يبقى لازمته ايه؟ صاحبه القصه اللي بتقول كده على فكره، بتقول ما انا هسيب البيت وهرجع، هيروح ياخدني وهرجع. بتقول انا مش حابه ان انا اغضب واسيب البيت، بس مش قادرة استحمل اللي جوزي بيعمله، ومش بس قادرة استحمل اللي حماتي بتعمله، ان انا اي حاجة اقول عليها نجيبها بمجرد ان جوزي يكلم حماتي الحاجة بتتلغي. خلاص الحاجة اللي احنا كنا قايلين عليها لا تبقى وقت تاني، الحاجة اللي كنا قايلين عليها لا اصل مفيش فلوس، الحاجة اللي كنا قايلين عليها لا اصل كنت فاكر ان الفيزا فيها فلوس وما فيهاش. بتقول لي مش عارفه، بتقول لي انا تعبت ومش عايزه اعمل كل شويه مشاكل مع جوزي، ولا عايزه اعمل مشكله مع حماتي. بتقول لي انا لحد دلوقتي ما كلمتش حماتي في اي حاجه. بتقول لي انا ماسكه لساني على حماتي، مش عايزه اقول لها انت بتدخلي حياتك معانا ليه، لان جوزي اللي بيدخلها. بتقول لي هو جوزي اللي بيدخل امه في حياتنا. بتقول لي انا مش عارفه اعمل معاه ايه. والله حضرتك اللي جوزك بيعمله غلط، انا بقول لحضرتك اللي جوزك بيعمله غلط. يعني انا دلوقتي عايزه افهم او اعرف حاجه، انت وجوزك قلت هنجيب حاجه زي ما بتقولي في اول الكلام، قلتي لي مثلا لو هنجيب فراخ الكلام بيتبدل، اللي هو لا تعالى كل عنده، هي تمشي نفسها باي حاجه. ماشي يا ستي ممكن تمشي نفسك باي حاجه، بس ده القرار ده لما يبقى قرارك انت وجوزك. هي الناس مش عايشه بتاكل على طول، يعني اكل وشرب على طول، ماشي، كلنا بنمشي حياتنا، وممكن تمشي حياتك انت وجوزك بأي حاجة، والله لو بجبنة حتى جبنة وعيش. يعني هقولك ايه اكتر من كده؟ بس القرار يكون قرارك انت وجوزك، اللي هو عايزين بقى نوفر، لا قدر الله ما فيش فلوس، الفلوس اللي معاكم مش هتعرفي تعملي بيها حاجة تمشي نفسك بيها، ان انت تجيبي خضار، تجيبي اكل، تجيبي فراخ، تجيبي لحمة، الكلام ده ماشي، كلنا بنعيش وكلنا بنمشي حياتنا. لكن انك انت تبقى مثلا متفقة مع جوزك ان انتوا تجيبوا فراخ، تجيبوا لحمة، تجيبوا اي حاجة او اكل من بره، وهي تقول لا، ده اللي مرفوض طبعا. حتى لو هو بيقول لها، وهو اصلا يقول لها ليه؟ بس افترضنا ان هو بيقول لها يا ست بياخد رايها ولا حاجه، يمكن هي انت تقول له هناكل فراخ، هي تقول له هات سمك مثلا، يعني غيره، هنجيب مثلا فراخ، طب ما تجيب يا ابني لحمه، انت كنت واكل فراخ امبارح مثلا يعني. لكن ان هي انت تبقى عايزه تعملي الحاجه، او جوزك عايز يعمل حاجه، مجرد ما يكلمها ان هي تقول له لا، مشي نفسك بكذا، ولا اعمل كذا، او تعالى اتغدى عندي، ولا تعالى اتعشى عندي، ما ينفعش. حتى لو هو رايح يتغدى عندها ويتعشى عندها، ليه ما تقولوش هات مراتك وتعالى اتغدى معايا؟ ليه ما تقولوش هات مراتك وتعالى اتعشى معايا؟ هي دي مش زي بنتك برضو؟ يعني انت دلوقتي لو بنتك عندك وابنك عندك، الاتنين ولادك اهم، انا بكلم الحما، لو انت دلوقتي عندك الاتنين ولادك، ده ابنك وده بنتك، يا ترى هتاكلي ابنك ومش هتاكلي بنتك؟ ابنك هيتغدى وبنتك لا، وابنك هيتعشى وبنتك لا؟ قولوا له خلاص يا ابني انا عامله الغدا، وهات مراتك وتعالى اتغدى معايا، اتعشى معايا، واللي موجود هناكله مع بعض، زي ما اي ام بتعمل مع بنتها او مع ابنها. لكن انت تقولي له لا ما تجيبش، وتعالى انت اتغدى، وسيبها هي تمشي نفسها باي حاجه، ده على كلام صاحبه القصه، هي بتقول كده، ما ينفعش.
وان مثلا ابنك يحب يجيب فاكهه في البيت تقول له لا ما تجيبش، ما يجيب يا ست، ما يجيب وياكل فاكهه هو ومراته، ايه المشكله؟ وان يبقى رايح يجيب حاجه البيت وخزين من الهايبر ولا اي حاجه وتقول له لا ما تجيبش، هات من السوبر ماركت، ما هو حر. هم ادرى بشؤون بيتهم، هم ادرى بشؤون بيتهم. ابنك بيقول لك يا ماما احنا رايحين نجيب كذا من الهايبر، هنجيب خزين البيت، معروف خزين البيت ايه. قولوا ماشي يا ابني، الف هنا والشفا على قلبك انت ومراتك وابنك. ده اللي انا اعرفه. لكن ان هو يبقى رايح يجيب حاجه تقول له لا ما تجيبش، وهات اي حاجه، مشي نفسك بقى وخلاص. والله انا مش عارفه اطلع الغلط عند مين. هو الغلط في الاول وفي الاخر عند الزوج. ان انت حتى لو بتكلم مامتك وبتقول لها انت رايح تجيب ايه، مامتك ما تشرطش عليك او ما تتحكمش فيك وفي حياتك. خلاص، هي قالت، الست قالت اللي عندها، قالت لك يا ابني مشي نفسك بكذا، بس انت شايف ان انت لو جبت كده احسن، او انت اصلا عايز تجيب كذا. خلاص، مامتك اديتك رأيها. خلاص، مش لازم كل كلمة والدتك تقولك عليها تعملها يعني بالحرف. ومراتك اللي عندك دي في البيت ايه؟ دكور مثلا؟ ملهاش رأي، ملهاش لازمة، ما ينفعش. وبعدين بصراحة أنا أول مرة يعني معلش في الكلمة أنا أشوف راجل يكون رايح يجيب حاجات لبيته وبيتصل بوالدته. أنا أعرف الكلام ده عن البنات. البنت لو قعدت تطبخ بتسأل مامتها يا ماما أنا هعمل كذا النهاردة. يمكن أمها تقول لها على أكلة ما تكونش عملتها قبل كده، حاجة تكون عاملة الأكل ده من قريب، تقول لها على حاجة تانية تديها رأيها. مامتها تقول لها ده أنا هعمل كذا، تقول لها وأنا يا ماما هعمل زيك. اللي هو الكلام ده، البنت وأمها بيقعدوا يتكلموا في الكلام ده كتير. لما بياخدوا رأي بعض، ماما هتتغدى ايه النهاردة؟ هتغدى كذا. انت هتتغدى ايه؟ هتغدى كذا. خلاص انا هعمل كذا يا ماما زيك. انت هتعملي يا ماما كذا. خلاص انا هعمل زيك. انا عارف ان الكلام ده بتاع البنات، معرفش والله ان الرجاله كمان بتعمل كده، انك كل حاجه بتعملها لازم تاخد رأي والدتك. ان قالت امين خلاص، ان قالت لك لا يبقى لا، ما ينفعش. ومراتك دي اللي غضبت قبل كده بسبب الموضوع ده، يعني ما ينفعش. هو الموضوع بسيط جدا وحله بسيط وسهل. ان انت خلاص حتى لو هتاخد رأي والدتك في حاجة، ووالدتك اتعودت على كده ان انت من يوم حضرتك ما اتجوزت بتسألها وبتاخد رأيها، خلاص هي الست مش عايشة معاك في البيت، ما شافتش انت داخل بايه وخارج بايه. هات اللي مراتك عايزاه. ولو مامتك سألتك قول لها لا ما جبتش يا عم، لو انت مش عايز تزعلها، لو مامتك هتزعل قوي كده قول لها لا ما جبتش اللي انت قلت عليه اللي انا جبته. وما تخربش بيتك عشان حاجة ملهاش لازمة، وما تغضبش مراتك عشان حاجة ملهاش لازمة. وبلاش تزعل وتجيب مشاكل مع مراتك عشان حاجة برضو ملهاش أي 30 لازمة. كلها حاجات بسيطة ونقدر نحلها بنفسنا. بلاش نعقد الدنيا من حوالينا، بلاش نكركب الدنيا من حوالينا. ليه تزعل مراتك ولا تغضبها ولا تخليها تزعل من والدتك؟ ما هي كده مش هتحب والدتك على فكرة. هي لما تعرف ان حماتها بتتحكم في حياتها، تبقى هي قاعدة في شقة مستقلة مع نفسها، المفروض ان هي مع نفسها وعايشة حياتها ملكة في بيتها، وتلاقي وحماتها وهي قاعدة مكانها برضه في بيتها بتتحكم فيها، انت فاكر ان دي حاجة كويسة بالنسبة للست؟ اكيد طبعا لا، مش حاجة كويسة ان انا بقى قاعدة في بيتي وحماتي بتتحكم فيا. ده اللي هو ازاي ده؟ يعني انا بقى قاعدة في شقتي المفروض مستقلة مع نفسي، بعمل اللي انا عايزاه، اكل اللي انا عايزاه، اشرب اللي انا عايزاه، وابص الاقي حماتي تبقى في مكان تاني وتتحكم فيا؟ يبقى انت كده بتذلها، انت كده بتدور على النكد. فبلاش، بلاش تنكد على روحك، وبلاش تعمل مشاكل ما بينك وبين مراتك عشان كلها حاجات تافهة، كلها اسباب ملهاش اي 30 لازمة. ورد مراتك، ورد امك. هو انت يعني انت لما تقول لها هو انا ما جبتش الحاجة يبقى انت كده بتكذب عليها؟ لا يا عم، ما بتكذبش عليها. انت بتجيب، انت عارف مصلحتك، انت ومراتك عارفين مصلحتكم، بتجيب الحاجة اللي انت عاوزينها، عايشين حياتكم براحتكم.
لكن اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، انك كل حاجة ماما 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 ماما. يا عم ربنا يخليك ماما، بس مش بالطريقة دي. مادام ماما هتسبب لنا في مشاكل يبقى معلش، مش كل حاجة ماما بتقولها يعني بنسمح كلامها فيها. مادام الحاجة دي مش في صالحنا يبقى بلاش منها. وربنا يا رب يهدلك حالك ويصلح لكم الحال انتوا الاتنين مع بعض، وما يجيب لكمش حاجة وحشة ابدا. وصلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. وما تنسونوش يا حبايبي باللايك والاشتراك عشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.